بسم الله الرحمن الرحيم. لسه احنا في اخبار هزيمه البيجر، اجهزه البيجر. ويعني شفت انا دلوقتي في قناه العربيه تقريبا ان الشركه اللي هم جايبين منها الاجهزه دي تايوان. شركه تايوانيه. طب ما تايوان دي مستعمره امريكيه، الله يخرب بيوكم. تايوان دي مستعمره امريكيه، انت رايح تشتري من تايوان؟ يعني انا افهم تشتري من الصين مثلا. الصين مش حدش هيقدر يخترق البتاع. من الصين مثلا أو من كوريا الشماليه. انما انت رايح تشتريها من تايوان اللي هي محتله امريكيا. لا مش من تايوان وبس، لا ده الشركه التايوانيه بتقول لك ايه، ده الاجهزه دي اصلا احنا متعاقدين مع شركات في مناطق. وده اللي بتعمله الشركات الكبرى، ان بيبقى ليها وكيل محلي بيقوم زي مثلا تويوتا ايجيبت. يعني هنا في شركه تويوتا ايجيبت دي بتصنع التويوتا، بتاخد اجزاء معينه من التويوتا، الموتور ومش عارف ايه وبتاع، والباقي بتصنعه وبتبقى هي الموزع في الشرق الاوسط، وهكذا يعني. لان مش معقول الشركه اليابانيه هتصنع كل حاجه عندها وتصدرها، تكلفه عاليه جدا. ف فالشركه التايوانيه بتقول لك والله انا بصنع جزء من الاجهزه دي في المجر، لان المجر قريبه من مثلا منطقه اوروبا ومن الشرق الاوسط، بحيث انها لما بتوزعها في اوروبا المجر جنبيهم يعني. اركب القطر، وبعدين المجر جوه الاتحاد الاوروبي، يعني بتخش بدون جمارك، بدون بتوع، بدون اي حاجه. والشرق الاوسط باعتباره يعني خطوتين، اوروبا والشرق الاوسط خطوتين يعني. المجر عضو في الناتو. يعني انت رايح تشتري اجهزه الاتصالات الخطيره اللي انت بتمشي بيها كل امورك الحركيه وعملياتك من دوله محتله من امريكا، والشركه دي نفسها بتصنع جزء منها في المجر اللي هو يا اما تبع حلف الناتو يا اما مهيمن عليه من حلف الناتو. يعني انت بتتكلم في ايه؟ ده تهريج، ده اسمه تهريج. ده تهريج. يعني انا ما يعني بقول بتوع حزب الله انتوا بتهرجوا. يعني انا بالنسبه لي ده تهريج. يعني العمليات المخابراتيه اللي زي من النوع ده، والهزائم كلها اللي العرب وقعوا فيها مع اسرائيل، بتعود الى ان هم جاهلين بقواعد. يعني مش انا مش لاقي لها اسم، يعني اللي هي قواعد العمليات ممكن تقولها. قواعد العمليات اللي هي العمليات الصناعيه والتجاريه والهندسيه، في قواعد كده عامه، قواعد اداره المشروعات واداره. يعني مثلا منها من اهمها حاجه اسمها قوانين ميرفي. ميرفي ده كان مهندس امريكي شغال في البحريه الامريكيه، واستنبط بعض القوانين، تقريبا 3 قوانين كده، ونشرها في كتاب ولقت قبول كبير جدا، لدرجه ان البحريه الامريكيه تبنتها، بقت جزء من الكود بتاعها. من الكود بتاعها يعني من مواصفات العمل بتاع عندها. والقوانين دي نفسها بقى تم تطويرها وناس اضافوا عليها. يعني قوانين ميرفي دي كانت صفحه بقت قد كده، مجلد قد كده، ناس كتير جدا اضافوا ليها. واضح ان الدول العربيه ما عندهاش فكره يعني لا ايه ميرفي وقوانين ميرفي وايه الكلام ده، ايه الكلام الفارغ ده. ما هو ده سر الهزائم، والا ما كانش يبقى، ما كانش الهزائم دي كلها يعني. من اول 48 لحد معركه البيجر بتاعت لبنان دي. يعني واضح ان ما الناس دي كفتاجيه يعني. يعني مثلا قوانين ميرفي دي اول قانون فيهم بيقول لك ان لا، اي احتمال لحدوث شيء مهما كان هذا الاحتمال ضئيل جدا، فتأكد بأنه سيحدث في يوم ما. ده أهم قانون من قوانين ميرفي. ولذلك البحرية الأمريكية متبنية، والجيش الأمريكي طبعا متبني هذا الكلام. يعني لما يجوا يعملوا سفينة أو يعملوا طيارة، يعملوا أي حاجة أو قذيفة، لازم يحطوا كل قائمة كده بالاحتمالات. إيه اللي ممكن يحصل؟ إن شاء الله من 1 ل1000. في لجنة كنترول، كواليتي كنترول، السيطرة على الكفاءة، بتراجع كل الاحتمال من دول وتشوف لو حصل هيحصل ازاي، وممكن نعمل ايه فيه، وازاي نقاومه. ولو حصل بعد كل الممانعه دي، ازاي نتصرف، وازاي يعني حتى لو حصل ازاي احنا نعمل انظمه بحيث تدينا انذار مبكر، لان ده حصل. شغلانه بقى، ده شغل تفكير. ما هو انت المعركه معركه فكريه يا جماعه، المعركه معركه فكريه قبل ما تكون طخ طخ وطيخ وطخ وحاجات زي كده.
فانا لو انا مثلا مسؤول العمليات في حزب الله، ما مثلا يعني كنت هقول طيب الاجهزه دي اولا جايه منين قبل ما اديها للافراد بتوعي. ده ابسط حاجه. الشحنه في المخزن حلوه قوي. جايه منين؟ من تايوان. اكس تايوان دي دوله محتله من امريكا، يبقى الشحنه دي موبوءه. وكمان مصنعه في المجر تبع حلف الناتو. يعني دبل دينجر او دبل جاباريتي او يسموها خطر مزدوج. و يعني مرت عبر دول عشان توصل لهم. مرت عبر العراق، ومرت عبر سوريا، ومرت عبر لبنان، ووصلت لهم. ما هتمر ازاي؟ او مرت عبر ميناء لبنان. طب ما ميناء لبنان ده مخترق من قبل المارون، ومن قبل السنه، ومن قبل اعداء الشيعة اللي هم يعني عايزين يقضوا على حزب الله. لازم انا احط كل الاختيارات دي. طيب افرض انا امنت كل ده، طيب برضو اقول ان البتاعه دي فيها اخطار. ايه الاخطار اللي فيها؟ ابسط حاجه ان هي فيها اجهزه تصنت بتخليهم يعرفوا كل اللي بيتقال على اجهزه البيجر دي. طيب تعالى يا فنيين اعملوا ادرسوا لنا الحكايه دي. شوفوا افتحوا الجهاز، خدوا عينات عشوائيه وافتحوها وشوفوا هل في جهاز تصنت. فرتكوا جهاز كده لحد ما تشوفوا ايه اللي فيه وايه اللي مش فيه، واعملوا عليه دراسات. عادي، انت عندك مهندسين بقى تشتغل. طيب افرض ان هو في اجهزه تفجير ذاتي، في شرائح مثلا. ما هو انا بقول ايه هو اللي حصل، ايه ان الجهاز ده فيه شريحه تصنت. اصلا كل الاجهزه اللي موجوده عند حزب الله، وفي الشرق الاوسط كله فيها اجهزه تصنت بتعرف الدول الغربيه والمخابرات الغربيه ايه اللي بيتقال. زي كل الموبايلات، كل الايفونات اللي بتجي لك دي، كل ما هو ايفون بيجي الشرق الاوسط جواه اجهزه تصنت. ده لو شركه ايفون دي مخترقه طبعا من المخابرات الامريكيه، يعني شركه تبع المخابرات الامريكيه واضحه يعني. لو هم ما عملوش كده يبقى بهايم. اي ايفون في ايدك مخترق يا راجل. ده التليفونات يا راجل. ده انا بقعد مع نفسي كده واقول ايه، انا مش بتكلم بصوت عالي، ده انا بفكر كده بقول انا عاوز اشتري محفظه جلد. يعني بكلم نفسي. ما حدش سمعني، انا بقول لنفسي كده. افتح الفيسبوك الاقي اعلانات حافظ الجلد. يعني الاجهزه اللي هي بقى السامسونج والايفون والحاجات دي بتخترق تفكير الانسان. بتعرف انت بتفكر في ايه، بتعرف انت بتفكر في ايه. فكل الايفونات كل الاسلحه اللي الدول العربيه بتشتريها، سواء مصر الرافال مش الرافال، كل الاجهزه دي مسيطر عليها كنترول. ده يبقوا بهايم لما ما عملوش كده. الاسلحه السعوديه كلها. طب السعوديه اشترت اف 15 من امريكا بعد خناقات طويله ومشاكل وبلاوي زرقاء، بس هم حطوا فيها في العقد كده ان هي هتبقى محدوده التسليح. فاصبحت طيارات ولا زي طيارات اللعبه. بدل ما يحط لك الصاروخ الطبيعي بتاعها، حط لك بتاعه كده يعني تقدر تموت بيها غزاله، تموت بيها مش عارف ايه. اصبحت الطيارات الاف 15 دي اللي هي طياره اعجوبه احسن من الاف 16 اللي عند مصر. طياره رهيبه، بس هم شايلين منها التسليح وهم كاتبين كده في العقد. طبعا اللي اشتروها السعوديين اشتروها الاسم عنده اف 15، لكن هي ملهاش قيمه، ملهاش اي قيمه. زي الاف 16 اللي مصر شاريها، شايلين منها اللي هي الصواريخ الجو جو. ده من زمان من ايام السادات. طب يعني الاف 16 اللي عند اسرائيل فيها الصواريخ الجو جو دي، احنا ما عندنا. يعني صاروخ جو جو ده يعني ايه؟ يعني الطياره الاسرائيليه تقدر تضرب طياره مصريه هي مش شايفاها. يعني هي مش شايفين بعض اصلا، بينهم وبين بعض مثلا 60 70 كيلو. يعني هو في في بورسعيد والتاني في مش عارف فين، يقوم ضربه بصاروخ. انا الاف 16 باللي خدناها ما فيهاش الكلام ده، اللي عند اسرائيل فيها الكلام ده. وهو ده اللي خلى مصر تحاول تشتري دلوقتي طيارات مماثله للاف 16 من الصين، عشان فيها الصواريخ اللي هي الجو جو دي طبعا من غير يعني. انت لو دخلت في حرب جويه مع اسرائيل هتوقع لك طياراتك من غير ما تشوفهم. من اول ما تطلع من المطارات، من اول ما تطلع من المطارات هتوقع لك الطيارات بتاعتك.
هي ده الواقع يا جدعان. هي دي التكنولوجيا. ما تحاربش بقى ما دام انت ما تبقاش اهبل.